الإخوة والأخوات، هنا أحد الإخوة يقول: أخذت مكافأة نزلت في حسابي بعد تركي للجامعة ب3 أشهر، كيف أعيدها؟ وهل أضعها في حساب إبراء الذمة، علما بأني تركت بعضها في البنك وبعد فترة لم أجد، أظن أن البنك أخذه كرسوم شهرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لخيري الدنيا والآخرة. آمين. كما أسأله جل وعلا أن يبرئ ذمتنا، وأن يجعل وفادنا عليه سبحانه يوم القيامة وفاد خير، وأن يجعلنا من أهل الجنان العالية في تلك الدار الباقية. وبعد، فالمؤمن بين عينيه قدرة رب العزة والجلال، الذي ينزع البركة من الأموال، والذي ينزل العقوبات بالعباد متى خالفوا أمره. بين يديه أن البركة بيد الله، وأنه سبحانه يرزق من يشاء ويبارك لمن يشاء، وأنه ليست العبرة بكثرة المال، وإنما العبرة بالبركة فيه. وكم من شخص ملك الأموال الكثيرة فكانت وبالا عليه دنيا وآخرة. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وحينئذ فالمؤمن يحذر كل الحذر من المال الخبيث، ذلك المال الذي هو سحت يذهب البركة، ويكون من أسباب غضب الرب، ومن أسباب دخول العبد في نار جهنم إن لم يغفر له يوم القيامة، ويكون من أسباب فساد الفكر، ومن أسباب عدم صلاح الذرية، ومن أسباب عدم هناءة الإنسان في حياته. ولذلك فالمؤمن يحذر من المال الحرام، ولو كان قليلا، ولو كان ريالا واحدا، ولو كان عود أراك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إذا كان ذلك المال من الأموال العامة التي يستفيد منها أهل البلاد جميعا، من الأموال التي تكون في بيت مال المسلمين، فإن تلك الأموال أموال يكثر أصحاب الحقوق فيها، فمتى أخذ العبد منها عظم إثمه بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتغولون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ويقول الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أن من غل شاة جاءت تطأه بأظلافها يوم القيامة، ومن غل بعيرا كذلك، ومن غل بقرة كذلك. وحينئذ فلا يستهين العبد المؤمن بالمال الذي يؤخذ على حين غرة من بيت المال العام، ومن ذلك هذه المكافآت. وحينئذ عليه أن يبادر إلى سداد هذا المال وإرجاعه إلى الجهة التي أخذ منها. وأما بالنسبة لكون ذلك المال يدفع لحساب إبراء الذمة، فلا بد أن يأخذ المرء عند إيداعه وصلا، لأنه قد يطالب بذلك المال في المستقبل، وبالتالي إذا أخذ الوصل وأنه أدخله في حساب إبراء الذمة فإنه حينئذ يحمي نفسه من المساءلة التي تكون عليه في مستقبل أيامه. وأما كون البنك يأخذ منها جزءا، فهذا الجزء عليك يا أيها الإنسان أن تعوضه، وأن تطالب البنك به، فتقوم بإرجاع هذه الأموال للجهات التي صدر منها، أو لحساب إبراء الذمة على الطريقة السابقة. وما أخذ البنك منها فإنك
تعوضه لأنه قد أصبح في ذمتك، وقد أصبحت مطالبا به دنيا وآخرة. أحسن الله إليكم يا شيخ.